إنكم اليوم في يوم عظيم الحرمات كثير البركات عظيم المآثر غزير الشعائر، يغشاكم بجلاله ويطلع عليكم ببهائه وجماله. يوم عظمه الله تعالى في كتابه العزيز فسماه يوم الحج الأكبر. إنه يوم عظيم مبارك نشهد فيه شعائر زكية وعبادات شرعية، فمنها ما هو في الحرم في البقاع المقدسة كرمي الجمرة ومن الحلق أو التقصير ومن النحر والطواف، كل ذلك مع الهتاف الدائم الذي تتجاوب معه جنبات الأرض شرقا وغربا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فلا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يطاع إلا الله ولا يتقرب بالنسك والهدايا والضحايا إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. عندما تنطلق حناجر المسلمين بذلكم الهتاف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أيها المسلمون والمسلمات، في هذا اليوم المبارك الطيب يتقرب المسلمون إلى الله عز وجل بالقربات، وهم يتذكرون الخليل إبراهيم وولده إسماعيل، وإن التذكر لهذين النبيين يوجب علينا الاقتداء بهما. الله عز وجل قد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بالخليل إبراهيم. قال الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن قصة الخليل مع ولده إسماعيل عليهما السلام جديرة بالتأمل والتدبر لنأخذ منها العبرة والعظات. عباد الله، بداية الأمر في هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام لما جاوز 80 من عمره وصار شيخا كبيرا قد انتهى من أمر دعوته من أبيه وقومه، أصروا على كفرهم بل وأرادوا بإبراهيم كيدا، فجعل الله عز وجل كيدهم في نحورهم. قال ربنا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فاستدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة أخرى، وطوى صفحة لينشر صفحة أخرى من حياته. توجه إبراهيم إلى ربه كما قال الحق سبحانه: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إني تارك وطني مهاجر من بلدي إلى بلاد الشام، ربي يدلني على ما ينفعني في أمر ديني ودنياي. فإبراهيم عليه السلام خرج مهاجرا بعد أن أمر بالخروج أو أذن له، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. خرج إبراهيم عليه السلام وهو مقطوع الذرية فلا عقب له، وهو مقطوع الأهل والأحباب والأقارب، ولكنه سأل الله عز وجل العون، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سأل الله العوض: رب هب لي من الصالحين. إبراهيم يقول: يا رب أريد ولدا يكون عوضا لي عن أهلي وعن أقاربي. يا رب أريد ولدا يكون أنسا لي في غربتي. كيف
وقد تجاوزت 80 من عمرك، لقد بلغت من الكبر عتيا فتطلب الولد. فنبي الله إبراهيم لا يعرف اليأس والقنوط أبدا، يثق في الله عز وجل، يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ويعلم أنه سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك أيها المسلمون، لما رزق بالولد الثاني لم يعجب إبراهيم عليه السلام، بل تلقى الأمر بالقبول. أما زوجته فتعجبت، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد ودعاء المخلصين مسموع. قال ربنا فبشرناه بغلام، وأي غلام؟ فبشرناه بغلام حليم وصفه بالحلم. وهذا دليل على تمام تحمله، أن هذا الغلام سيتحمل الشدائد. وقد كان عليه السلام الخليل عليه السلام أحب ولده الذي رزق به. بعد 80 عاما كان يفرح إذا رآه، يفزع إذا سمع صوته، ولكن ما كان الخليل أن يأنس بهذا الغلام الحليم إلا ورأى في منامه أمرا عجيبا. ماذا رأى إبراهيم؟ رأى أنه يذبح ولده البكر، يذبح وحيده. فماذا يصنع إبراهيم؟ يستجلب الحكمة من الله. لم يتردد إبراهيم عليه السلام. واسمع أيها المسلم إلى ربك وهو يقول فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا أيها الإخوة لم يقل فلما بلغ السعي، لم يكن إسماعيل عليه السلام في هذا الوقت طفلا رضيعا، ولم يكن شابا قويا، وإنما كان صبيا. تأملوا في هذا الحوار الذي دار بين الخليل إبراهيم وبين ولده إسماعيل عليهما السلام. فأول كلمة قالها الخليل لولده قال له يا بني، كلمة تدل على الحب وعلى الحنان وعلى العطف وعلى الشفقة. يا بني أنا أبوك الرحيم اللطيف. يا بني إني أرى في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي وصدق وحق، وهي كلمة تدل على شدة الابتلاء. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يقل له أني أقتلك، لأن الذبح أيها الإخوة، لأن الذبح أشد من القتل، فالذبح يستغرق وقتا وفلة كبده أمام عينيه. فانظر ماذا ترى. ماذا تقول يا بني؟ ماذا ترى في هذه الرؤيا؟ ولذلك في قراءات قرئ فانظر ماذا تري، يعني ماذا تري ربك. وأول كلمة قالها الولد لأبيه يا أبت. الله أكبر، الوالد يقول لولده يا بني، والولد يبادر الحب بالأدب والتوقير والاحترام، يقول له أنت أبي وإن قتلتني وذبحتني، يا أبت افعل ما تؤمر. ولم يقل له افعل ما رأيت، لأن الولد يعلم أن الأمر من عند الله سبحانه، فيعين أباه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علق الأمر على مشيئة الله، لأنه يعلم أنه لا حركة ولا سكون إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع؟ افعل
افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي للإله أمرا من يعصي يوما مولاه واستل الوالد سكينا واستسلم ذل لرداه ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه وتهز الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه وفديناه بربح عظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة الكرام، لماذا لم ينفذ إبراهيم أمر الله عز وجل على ولده في حين غفلة؟ والجواب عن هذا السؤال لأن الخليل عليه السلام أراد أن يعلم الدنيا كلها أن أعظم أسلوب من أساليب التربية بل أعظم أسلوب من أساليب الإقناع ألا وهو أسلوب الحوار. وما أدراكم ما الحوار؟ فهو عليه السلام يحاور ولده يتحدث مع ولده يخاطب ولده. وكلمة الحوار أيها المسلمون كلمة جميلة رقيقة، كلمة تدل على الحب وتدل على التقارب والتفاهم. فإذا أردت أيها المسلم ويا أيها الأب الكريم، إذا أردت أن يكون ولدك كإسماعيل يقول لك افعل ما تؤمر فكن أنت كإبراهيم، كن أنت كإبراهيم. فالحوار أيها المسلمون جميل في جميع المجالات، حتى إن الله عز وجل حاور إبليس. قال الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الآيات. في الحديث أن شابا أيها الإخوة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادنه، فدنا منه قريبا فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا والله. أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لأختك؟ قال لا. أتحبه لعمتك؟ قال لا. أتحبه لخالتك؟ قال لا والله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعده ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاور هذا الفتى وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المسلمون ما أحلى وما أجمل الحوار في حياتنا اليومية. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي شرع لعباده عيدا يذكرونه فيه ويشكرونه على فضله وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله
والصفات من المحنة إلى المنحة. لما نجح الخليل إبراهيم عليه السلام في هذا الابتلاء من التضحية جاءت الأضحية، جعل هذا الفداء والذبح سنة متبعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إحياء لذكر الخليل مع ولده إسماعيل عليه السلام. فبادروا يا عباد الله، بادروا رحمكم الله بإحياء سنة المصطفين الأخيار، وهي أفضل عمل يعمله المسلم في هذا اليوم المبارك، لأن في ذبحها إحياء للسنة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة من أبيكم إبراهيم. قيل له: فما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنات. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، هذا يوم التصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، تبسموا في وجوه إخوانكم المعوزين، واجبروا بخاطرهم في هذا اليوم، تفقدوا إخوانكم الذين لم يضحوا. ربنا عز وجل قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فالكلمة الرقيقة الجميلة خير من صدقة يتبعها أذى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فهذا يوم التصدق على الفقراء والمساكين، وهو يوم توصل فيه الأرحام، تصلوا أرحامكم بارك الله فيكم. فما أحوجنا أيضا في هذا اليوم العظيم، ما أحوجنا في هذا اليوم لكي نحيا هذا الدرس الفريد أن نضحي لأجل الله تبارك وتعالى. فأي شيء يعمله الإنسان ابتغاء وجه الله من أجل رفعة هذا الدين، ومن أجل رفعة هذه الأمة، ومن أجل رفعة هذا الوطن العزيز، فهو تضحية من التضحيات. عباد الله، فعيدنا مغفرة، عيدنا مغفرة. يا ترى كيف اطلع الجبار يوم عرفة على المسلمين الساكتين على فواجع إخوانهم الفلسطينيين؟ وهل صوم عرفة كفر ذلك؟ اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل عيدنا فوزا برضاك، اللهم اجعل عيدنا فوزا برضاك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عاص إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المرابطين والمجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يعين علينا وعلى الجزائر وعلى إخواننا في فلسطين وعلى
الإسلام وهم في حال أحسن من هذا الحال، وهم أقرب